هذا المؤتمر هو انطلاق أو حفل انطلاق استراتيجية العدالة الانتقالية كمطلب مجتمعي يجب التمثل والضغط على أصحاب القرار لحملهم على قبوله والمشاركة فيه، والذي من شأن تطبيقه أن نضمن مصالحة وطنية مجتمعية فلسطينية دائمة قادرة على الثبات وقادرة على تحقيق تنمية مستدامة تحقق الأهداف الوطنية والمجتمعية للشعب الفلسطيني. لماذا اخترنا الشباب الفلسطيني؟ من البديهيات أن الشباب يشكلوا الغالبية في نسبة السكان، في نسبة أبناء الشعب الفلسطيني، وهم مالكي المستقبل للشعب الفلسطيني، وبالتالي لهم وعليهم واجب ضمان حياة كريمة لهم وللأجيال القادمة الفلسطينية. وبالتالي الشباب هم ركن أساس وقوة فعل مجتمعي ذات تأثير نوعي هائل حال قناعتهم وتبنيهم وتمثلهم لقيم العدالة الانتقالية ورفعهم لصوتهم موحدا تجاه أصحاب القرار السياسي والتنظيمي والحزبي والمجتمعي بأنه من الضرورة لضمان مستقبل آمن لشبابنا الفلسطيني وشاباتنا. طبعا يجب عليكم إعمال العدالة الانتقالية قولا وتطبيقا. البعض يرى يعني هناك خطة تنفيذية لهذه الاستراتيجية تبدأ بالتمهيد لإجراء العدالة الانتقالية مثل سن قانون العدالة الانتقالية، تشكيل لجنة العدالة الانتقالية، تحقيق الإصلاح القضائي، تشكيل هيئة قضائية، ومن ثم ننتقل إلى تطبيق العدالة الانتقالية فيما يتعلق بالحقيقة والمساءلة، ومن ثم التعويض، وننتقل بعدها إلى الإصلاح المؤسسي والذي سينتهي بإجراء الانتخابات الفلسطينية على كل المستويات، وهو يعني بما يشمل الانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. ورأينا أن الانتخابات يجب أن تكون في آخر مرحلة بعد تهيئة الأجواء اللازمة لعقد انتخابات حرة تمثل إرادة الشعب الفلسطيني، ويكون لدينا الضمانات الكافية لكي لا تتكرر أحداث الماضي ولكي لا تتكرر ما حدث في العام 2006، أنه بعد أن تم إجراء الانتخابات بدأ الصراع إلى أن انتهى بالاقتتال الدامي. نحتاج إلى أرضية صلبة لكي تكون الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني، ولكي نضمن تداول سلمي للسلطة دون الاقتتال مرة أخرى، ولكي نضمن دورية الانتخابات بعد ذلك أن تعقد الانتخابات كل 4 سنوات وفق القانون الأساسي الفلسطيني. نعلم أن هناك العديد من اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي تم توقيعها منذ العام 2007 ولغاية اليوم، ولكن لم يجري العمل على أي منها ولا زال الانقسام قائما. العدالة الانتقالية هي عملية ضرورية، هي ضرورة حياة خلينا نسميها لأي مجتمعات ولأي بلدان حدث فيها صراع، لكي يتم تجاوز الصراع الماضي ويتم علاج تداعياته وما نتج عنه من ضحايا ومن انتهاكات ومن خلل مؤسساتي أو فساد مؤسساتي. يجب أن يتم علاج هذا كله حتى يتم تحقيق مصالحة خلينا نحكي أهلية أو تحقيق السلم الأهلي والوصول لتوحيد لمؤسسات الضفة الغربية وقطاع غزة وتحقيق مصالحة فلسطينية شاملة.